السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. في الفيديو ده مش هنتكلم عن الفراخ، هنتكلم عن البط. النهاردة جايين نتكلم عن مشكلة كبيرة. لو احنا بنربي بط وعندنا نوتية كده بنرقدها على البيض، البيض طبعا بيطلع بط صغير. في مشكلة كبيرة ممكن بتحصل ان البط ده وهو صغير بتلاقيه بيموت فجأة. بيموت فجأة البط الصغير او حتى البط الكبير. ممكن انت تكون مبيتة الطيور، البط عندك حلو وجميل مفيش فيه مشاكل، او مش حاسة ان هو تعبان، وتيجي تصبحي الصبح تفتحي الطيور تلاقي البط ميت. سواء كان البط ده صغير وسواء كان كبير، لكن احنا هنتكلم النهاردة عن مشكلة موت البط الصغير. موت البط الصغير، ايه السبب اللي بيخلي البط وهو صغير يموت كده بشكل مفاجئ؟ هنتكلم في الفيديو ده عن ليه البط بيموت وهو صغير. هنتكلم في الفيديو ده عن الحل اللي يخلينا ما يكونش عندنا المشكلة دي تماما. هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده. في الأول لازم نعرف حاجة مهمة جدا، إن أي طيور وهي صغيرة طبعا بتكون حساسة جدا، زي ما يكون عندك بيبي صغير أو طفل صغير، مش زي ما يكون عندك طفل كبير. الصغير بيكون حساس جدا. نفس الحكاية برضو البط الصغير بيكون حساسة جدا أول ما بتعرض لعدوى، او برد كده، او يكون عطشان جامد. في الحالة دي الجهاز المناعي بينهار بسرعة. فاحنا المفروض الحاجة اللي نحملها بقى ان احنا نعزز الجهاز المناعي بتاع الطيور من وهي لسه صغيرة. لكن في سبب واحد هو السبب الاول غالبا في موت اغلب البط وهو صغير. عدد كتير من الناس للأسف مش واخدين بالهم من الموضوع ده، يعني للأسف السبب بيكون واضح وسهل لكن احنا مش مكتشفينه. عدد كبير من الناس اللي بتربي طيور مش عارفين يوصلوا للموضوع ده بأي حال، فبالتالي ده بيؤدي لموت عدد كبير من البط. كبير جدا، لان احنا لو محلناش السبب هتفضل المشكلة موجودة. في برضه نقطة مهمة لازم نتكلم عنها، هو السبب الحقيقي اللي بيخلي البط يموت وهو عنده يومين أو 3 أيام، هو إن البطة الأم نفسها بتكون مصابة بمرض السالمونيلا، أو بتكون مصابة بالتيفود. المرض ده بيتنقل للبيض، يعني وهي نايمة على البيض. وهي نايمة على البيض، يعني عندك البطة عندها سالمونيلا، وهي نايمة على البيض، المرض ده بينتقل للبيض. المرض ده اما بينتقل للبيض، طبعا البط الصغير اول ما بيفقس المرض ده ما بيروحش من عنده. يعني البط بيطلع من البيضة وهو شايل المرض. فاول حاجة بيعملها البط الصغير ده اول ما بياخد برد ويعطس، او ياكل اكل ملوث، المناعة بتاعته بتقع خالص والمرض بيزيد عليه تماما، فما بيقدرش ان هو يتحمل كل الموضوع ده. المناعة بتقع، المرض بيزيد عليه، مش بيقدر يتحمل بأي حال من الأحوال إن هو يفضل عايش بالشكل ده. الناس اللي بتربي وطلع لها عدد كبير من البط الصغير، فتلاقيه بيموت، مع إنه لو بص على الأم هيفهم كل حاجة. هيفهم إن الأم البطة اللي نامت على البيض مصابة بالسالمونيلا، حتى لو مش باين عليها بتطلع البط الصغير بتاعها ضعيف. بيطلع البط اللي هو كان بيض اصلا نازل وبيفقس، بيطلع بط ضعيف جدا، لا بيكبر، وحتى لو ما ماتش ما بيكبرش، ما بيقاومش اي مرض. اكتر حاجة بتبان عليه هو الاسهال. اول ما تشوف الاسهال الاخضر ده نتأكد ان في عدوى او في مشكلة. نتأكد ان احنا مش محتاجين نروح لطبيب بيطري، الموضوع سهل وبسيط ونقدر ان احنا نكشفه بنفسنا. بنعمل ايه بقى؟ البط بيبدأ يتعب. اول خطوة مش العلاج، اول خطوة هي بتكون رفع المناعة، لان البط الصغير لو جهازه المناعي يعني ضعيف، البط الصغير ده مش هينفع معاه اي دواء. جهازه المناعي ضعيف جدا. لازم نستخدم اول حاجة بقى نستخدم رافع مناعة. رافع مناعة بيكون متكون من خليط فيتامينات واملاح. نعمل لهم شاي بليمون دافي.
عسل نحل كده نقطة صغيرة بنحطها على اللتر مية. المهم ان البط ما يعطش خالص منك. لازم نستخدم رافع المناعة، نستخدمه في مية دافية، يعني هنستخدم خليط. الخليط ده مهم جدا. الخليط ده بيكون عبارة عن فيتامينات، املاح، شاي بليمون دافي، عسل نحل. بنحط نقطة صغيرة على اللتر. بعد ما المناعة بقى بتترفع ورفعنا جهاز المناعة، بنبدأ بقى بعد كده مرحلة العلاج. نستخدم بقى مضادات مضاد حيوي معين كده. لكن بنخلي بالنا ان اي دواء للبط لازم يكون تحت اشراف، يعني تكوني متعاملة مع دكتور بيطرة او دكتورة بيطرية، خصوصا لو ده مش مكمل غذائي. لو مكمل عادي، حتى المكملات لازم بتكون بالجرعة اللي بتكفي الطيور بتاعتك، ما تكونش زيادة عشان ما تعملش تسمم في جسم الطيور بتاعتك. لان لو زادت، وطبعا الجرعات بتختلف حسب العمر وحسب السن وحسب الوزن. يعني احنا حابين نقول بقى الموضوع ده بشكل مباشر كده. من اشهر الادوية اللي المربين بيستعملوها لمقاومة العدوى البكتيرية، اللي هو دواء بيكون من فئة التتراسيكلين. ده بيكون علاج خاص لو في اسهال مائي شديد، ومية في الاضافات منظم للامعاء، زي اللي بتتكون من مواد مطهرة او مضادة للاسهال. لو ما اتقطعتش مصدر العدوى دي من الام او المكان اللي بتربي فيه، انه فوق او الموت هيرجع تاني. لازم نحط برضو ان البط الصغير ما تحاولوش يعطش منك ابدا. العطش بتاع البط ده بيدمر الامعاء وبيولد بكتيريا وبيزود الاسهال، فبالتالي البط بيضعف بيموت. لازم نوفر ميه نظيفه قدامه، وخصوصا ميه نظيفه وكده، وتكون دافيه شويه، ما تكونش ساقعه، خصوصا في ال10 ايام الاولانيين مهم جدا. لو عندنا بط بيموت بكميات كبيرة، لازم ناخد بالنا من كل التفاصيل دي. بنعزل البط الضعيف، بنعقم المكان كله. بنراجع الأمهات ونشوف مين فيهم البطة الأم اللي عندها المشكلة دي، ونبدأ ان احنا نعزلها عن البط الباقي، وما تاخدش منها بيض بعد كده، لان البيض هينزل فيه نفس المشاكل. المفروض ان احنا نذبحها بعد ما نتأكد انها نظيفة وارتاحت من المرض اللي عندها، ونحافظ على الدفء المستمر، لان البط بيموت من البرد اسرع من اي حاجة تانية. يعني المفروض يكون حطاه تحت لنضة. وبكده نكون حلينا مشكلة موت البط الصغير. ان السبب الاساسي في المرض ده بيكون من الام او بيكون من البيئة الملوثة. الحل بقى ان احنا بنرفع مناعة الطيور، النظافة، المتابعة البيطرية بشكل سليم على حسب عمر البط اللي عندك. البيطري هيقول لك تستخدمي دواء معين، انت هتقولوا له عايزه رافع مناعه، فهيديلك الدواء الصح اللي بيحمي البط بتاعك من الموت المفاجئ. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.